والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه الطيبين، ثم أما بعد. تعلمون حفظكم الله تعالى أن تاريخ أمة الإسلام بعد عثمان رضي الله عنه يعني انقسمت الأمة، وكان بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ما كان بينهما مما قدره الله تبارك وتعالى. ثم قتل علي رضي الله عنه في يعني الحادثة المشهورة بسبب عبد الرحمن بن ملجم، يعني عليه من الله ما يستحق، إذ قتل خير الناس في زمنه. فلا شك أن المسلم السني معتقد أن خير الخلق أجمعين الأنبياء عليهم السلام والمرسلين، الأنبياء والمرسلون، وأن خيرهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خير الناس بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم الترتيب هذا مهم جدا، ثم عثمان، ثم علي. قال الفضيل رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قال ما بيفهموش، ينفع؟ كلهم اتفقوا على تقديم عثمان على علي. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قتله الخوارج، نعوذ بالله من منهجهم، وهم يتأولون تأولا فاسدا، كفروا ويقتلوا، فعلوا الأفاعيل. ثم بعد ذلك تولى علي رضي الله عنه، وكانت المواقع بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم في موقعة الجمل وموقع صفين. ثم قتل علي رضي الله عنه بيد عبد الرحمن بن ملجم في قصة يطول شرحها. ثم بعد ذلك كان السيد المبارك الحسن بن علي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث، وتنازل عن الإمرة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي هذا العام بعام الجماعة. كل ده مهم في الترتيب يعني. ثم بقي معاوية رضي الله عنه 20 سنة أميرا للمؤمنين، 20 سنة. كان يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الزبير مثلا: والله لوددنا أن نتمتع به، يعني بمعاوية، لأن بعض الناس مساكين ما بيحبوش سيدنا معاوية. ينفع سيدنا معاوية؟ يا نهار أبيض. وزعلانين على سيدنا علي. يا جماعة لو قرأت لعلمت: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وبعدين اللي حصل بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، ولا بد أن تقدم علي، ما تنفعش تقول إيه بين معاوية وعلي، لا لا. سيدنا معاوية نفسه كان عارف فضل علي عليه رضي الله عنهما. الذي حدث بينهما فصل فيه القرآن. لكن من أتى بهذه اللؤلؤة؟ الغواص عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ابن عم مين؟ ابن عم علي لزم مع علي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس. أبو طالب والعباس إخوات، فصل بينه وبين ابن عمه الأبعد اللي هو معاوية، ولا كلاهما أبناء عم. مش عايز يعني أتكلم كتير في النسب لأن خايف تتوه مني. خلاص انتبه لي. ده عبد مناف، مش ده الصبع الكبير، ده عبد مناف، أبو الأربعة دول: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. أبوهم مين؟ عبد مناف. خلف الأربعة دول. معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف. وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عيال عم. هتزعل من مين انت؟ انت عارف تركن جاي على جنب تزعل. انت مسكين زي حالاتي والله. من احنا اللي زعلان ده ما هوش عارف حاجه، دول عيال عم. لكن وقع بينهما ما وقع بقدر الله عز وجل. طيب مين بقى اللي فك المعضله دي وقال ان معاويه هيغلب؟ سيدنا عبد الله بن عباس. تصور، قال يظهر معاويه. يا عم الكلام ده غلط يعني. قال يظهر معاويه. طب جبتها منين يا سيدنا؟ قال من قول الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فلا يسرف في القتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآية من أولها قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما، عثمان، فقد جعلنا لوليه معاوية سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال هو ده. كنا هننزلها بقى على كل حادثة من ولي معاوية، من ولي عثمان ابن عمه شقيقه هو معاوية، كان بيطالب بدمه. اللي حصل لما مات معاوية كانوا بقى بيقولوا ايه؟ لوددنا، خلاص هو تولى 20 سنة. بس انا برد على الجماعة اللي هم ايه ساعات ما بيحبوش سيدنا معاوية، وده خطأ عظيم عندنا. اياك ان تستنقص ولدا من اولاد الصحابة، فكيف بالصحابة؟ يا ولدي كلنا بنحب سيدنا عمر بن عبد العزيز، بنحبه جدا ومسمينه احنا ايه؟ الخليفة الخامس. براحتك سميه زي ما انت عايز، وهو حري بذلك وحقيق له. او جه واحد بقى يسأل سيدنا عبد الله بن المبارك بيقول له: طيب عمر بن عبد العزيز افضل ولا معاوية؟ جنون العالم. انتوا بتتكلم ازاي؟ لتراب في انف معاوية خير من ملء الارض من مثل عمر بن عبد العزيز. طبعا الكلام شديد، مش كده؟ شديد خالص. تراب في انف معاوية خير من ملء الارض من مثل عمر بن عبد العزيز. قال له: طبعا. هذا رجل نظر بعينيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يعظم النبي عليه الصلاه والسلام لا بد ان يعظم اصحابه. هو ما قالوش كده بقى نظر، ده هو قال كلام غير كده. بس انا بقى عايز اشد انتباهك. اللي نظروا للصحابه دول حاجه تانية، للرسول عليه السلام حاجه تانية خالص. ده اللي نظر للصحابه افضل من الذين بعدهم، والذي نظر لمن نظر للصحابه افضل من الذين بعدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله، اشرف الخلق دول. تيجي على معاويه بس هو قال له بقى كلام غير كلامي ده. قال له ايه؟ رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال وراءه ربنا ولك الحمد. تجيب بقى عمر بن عبد العزيز اللي جه بعد 50-60 سنة من هذه الأحوال، اتولد عند 100 الأولى ابتدى عمر بن عبد العزيز، تجيبه لمعاوية كاتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش عايز أرهقك، أنا بقول لك كل ده ليه؟ بقول لك إنه أبو بكر، عمر، عثمان، علي بقي ما بقي، وكان بينه وبين عائشة ما بينهما. وستنا عائشة تقول كلام جميل، تقول: ووالله ما كان بيني وبين علي رضي الله عنه، هي اللي تقول رضي الله عنه، إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها. ما هي مراتك مش طايقة أخوك، وتعرف العيلة كل الناس كده، كما يكون بين المرأة وأحمائها، إلا إنه رضي الله عنه. طبعا ما فيش خلاف. المهم، ثم جاء بعده الحسن، ثم تنزل الحسن إلى معاوية. كل هؤلاء يكرمون عائشة. ومات معاوية وأولى بالأمر إلى ولده يزيد، وحدثت الأحداث وقتل الحسين وبقي يزيد بعدها مدة وأحوال. ثم مات يزيد بعد 6 سنوات. مات يزيد أولى بالعهد لولده معاوية بن يزيد. وكان معاوية وخالد، اوعى تقول ضعيف، لو قلت ضعيف هتزعلني قوي، هتخليني اخد سكة للباب، امشي احسن. والله ما كان ضعيفا، لكنه كان عابدا زاهدا. طلع لهم طلعة واحدة، طلع لهم على المنبر قال: ايها الناس امركم اليكم، مش عايز خلاف. ودخل يعبد الله شهرا او اكثر، على 40 يوم كده مات، او 3 اشهر على الاقوال مات. فارتج امر الامة. نادى عبد الله بن الزبير بنفسه اميرا على المؤمنين على الحجاز، وطبعا اصلا كان يعادي يزيد بن معاوية وخلاص صفى له الجو، فقال: انا الامير. مروان بن الحكم رايح يبايعه. واحد قال له: انت رايح فين؟ قال: انا رايح ابايع. ما خلاص
الراجل اللي بينادي على نفسه قال له انت اولى بالاماره. قال له بتتكلم جد؟ قال له والله. قال له خلاص. فاستأثر بالشام ونادى على نفسه اميرا للمؤمنين، وحدثت الاحداث. احنا بس عايزين بقى نصل الى ايه؟ عبد الله بن الزبير ابن اسماء ابن اخت امنا عائشه رضي الله عنها، وكل دول كانوا يعطوا لستنا عائشه وهي عماله تنفق. جه بقى سيدنا عبد الله بن الزبير ارسل لها مره 180,000 درهم. فلم تبق منهم شيئا، كعادتها. هنموت بكره، هسيب لمين؟ يطلع احسن. فاغتاظ عليها ابن اختها امير المؤمنين عبد الله بن الزبير، اغتاظ منها عبد الله بن الزبير، وقال كلمه خطيره. قال ينبغي ان يحجر على عائشه. كبرت كلمه بصراحه. انت عايز تحجر عليها؟ انت عارف معنى انك تحجر عليها يعني ايه؟ ترميها بالسفاهه. لقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. هنعملوا لك لجنه تصرف عليكي تاخد، انما انت كل ما يجيلك مال تنفقيه في سبيل الله تنفقيه انت ينحجر عليك. لابد ان يمسك على يد عائشه. ما تعرفش بقى الغيورين على ستنا عائشه بلغوها، ولا الجماعه اللي هم نجلين الكلام بلغوها، او الكلام وصل لها. قالت قال هذا القول. قالت هو يريد ان يحجر علي؟ قالوا نعم. قالت لله علي نذر الا اكلمه ابدا. يتعرض لها ما يتعرض، ده نذر. فلما طال عليه الامر واشتد جدا وحزن، وكان يعني كأنه يريد ان يقول يعني يذهب ملكي وترجع خالتي ام المؤمنين تغضب علي، امي. وكانت رضي الله عنها، ما انت بقى ما تزعلش جو غير من حبيبك جوي، كانت لا احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر احب اليها من عبد الله بن الزبير. احب انسان الى قلبها. اهو مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات ابو بكر، ما بقي عندها الا حبيبها عبد الله بن الزبير، مع ان عروه خدام والمنذر خدام والمسلمين كلهم الا عبد الله. اهي قال الكلمه دي، قالت لا لله علي حب ايه بقى؟ انا سفيهه يحجر علي؟ نذر لله علي نذر الا اكلمه. طب والعمل؟ مش عارف يوصل لها بحال ابدا، وذلك لجودها. لكن هو طبعا كلمه قالها واتنقلت لها، عشان كده ما تنقلش الكلام. يقول انا بلغني، محاسب بس. مبلغك الشر كباغيه لك. عايز تنقل الكلام انقله على اجمل وجه ولو كذبت. ليس الكذاب من ينمي خيرا او ينقل خيرا، انما جاي تنقل والله انا انت عارف ان قد بحبك قد ايه، بس بصراحه هو ما ظبطش الكلام معاك. بالله عليك انت ترجو الله عز وجل؟ بالله انت ترجو الله بهذا الكلام؟ ما ينبغي هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. ايه قتات يعني؟ انتوا عارفين احنا عندنا في الفلاحين كل شويه قش كده نسموها جتايه، مش كده؟ قتات كل شويه يعمل له شويه قش كده. فاكرين حماله الحطب؟ ما كانتش والله بتحمل حطب، دي كانت شريفه من شرفاء قريش. ام جميل مرات ابي لهب ليه سماها حماله الحطب؟ عشان كانت شغلتها الوقيعه بين الناس، كانها بتجيب حطب تولع بينهم. عشان كده كوفئت هناك في جداع حبل من مسد تجمع جمر جهنم، شغلتها هي هتشتغلها برضه هناك، وتلقيها على زوجها هناك في جهنم. هتجيب الحبل من مسد تحط عليه الجمر وتحطه على ابي لهب. اللهم عافنا واعف عنا، والله احمد الله على العافيه. السلام، الاسلام نعمه. فلما ذهب بها هذا المذهب وقاطعت الرجل أيما مقاطعة، احتال لها سيدنا عبد الله بن الزبير خليفة أبي بكر في نفس الحجم كده، وكان يرج مكة بالخطبة يبلغ الآفاق، ما فيش مكبرات صوته،
وكان من أصبر الناس على الطاعة والعبادة. شوف واحد كان يصوم ال6 أيام وال7 وبعدين يفطر ال8 فكانوا يجيبوا له زبدة على مش عارف ايه عشان تسلك الحاجات اللي تتجفل دي. كان عنده صبر وجلد على الطاعة، وكان لها قصة انه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أشجع الناس في الملاقاة ومن أقواهم صلاة، كان يقف طول الليل راكعة. انت مش هتركع الليلة؟ يقول لا. الله، ايه القوة دي كلها؟ قالوا كنا نرى قوته في الحرب وجلده على الطاعة، وجلده على الطاعة من الدم الذي شربه من احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الحجام حجمه فنزل دم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز حد يروح يدفن الدم. فلقى الغلام عبد الله بن الزبير، قال له يا غلام خد او حد يشوفك. قال له حاضر. فلما خرج قال ايه المكان اللي ما حدش يشوفني فيه؟ اهو. راح شرب الدم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاجم مغسولة جميلة كده. قال له أخفيته يا عبد الله؟ قال نعم يا رسول الله. قال أين أخفيته؟ قال أخفيته في موضع لا يعثر عليه أحد أبدا، ولسه صغير. قال صلى الله عليه وسلم لعلك شربته. ما هو أنت هتلف على مين؟ سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. قال له لعلك شربته. قال نعم يا رسول الله، فيش كذب عندنا. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك، هيبقى فيك الجرأة والشجاعة والقوة والضخامة. عبد الله بن الزبير كله كوم وخالته كوم. يا جماعة انتوا مش حاسين؟ أم المؤمنين ده لو أم المؤمنين مخاصماك انت تقهر. طبعا هي مش هتلاقيها. لو أمك مخاصماك والله العظيم يشتد عزاؤنا لك. أمك بالذات، أمك. اتصل عليا قال لي امي ماتت. قلت له بقاء لله. انت منين؟ قال من. طب الدفن امتى؟ قال ده من 10 12 يوم. قلت له بقاء لله يا ولد، لو نعلم كنا اتحضرنا. قال مش دي القصه، القصه ان انا كنت مخاصمها قبل ما تموت ب15 يوم، ما كنتش بكلمها. ايه يا ابني؟ قال اهو. واطلع وانزل، هي في الدور التحتاني وانا في الدور الفوقاني، اطلع وانزل واعمل واخلي، وانا حاسس ان هي بتفتح الباب عايزه بتبص لي يعني كلمني. وانا ابيت. صبح الصبح في يوم بيفتحوا الباب لقوها ميته. اكفر عن ده ازاي؟ قلت له والله يا ولدي لو انفقت ما على وجه الارض جميعا لا تدرك هذا. والله كل اللي على وجه الارض لو أنفقت في سبيل الله لا تدرك هذه. أمك. طب كيف بأم المؤمنين؟ كاد عقله يذهب عبد الله بن الزبير على ما فيه من جلد وشجاعة وقوة وصبر واحتمال إلا خالته. فمكر. جاب سيدنا المسور بن مخرمة رضي الله عنه وهو من الصحابة، وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود بن عبد يغوث. قال لهم بقول لكم ايه، دخلوني على عائشة. قالوا طب ازاي؟ قال روحوا استأذنوا. هي طبعا طيبة غافلة وسهلة يعني. فاستأذنا. السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لها المسور أنا أدخل؟ قالت ادخلوا. هو كأن الباب أنت تدخل منه وبعدين تلاقي الحجاب. في هنا مكان تقعدوا فيه، لكن هنا الحجاب أمنا في الخلف، لأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أنا أدخل؟ قالت ادخلوا. قال لها كلنا؟ شفت انت بقى؟ كلنا ندخل كلنا؟ قالت ادخلوا كلكم. ما جاش في بالها ان ايه؟ ان عبد الله معه. فراحوا داخلين الثلاثة. انت قلت كلنا. فاول ما دخلوا الثلاثة راح اخترق الحجاب مين؟ ابن اختها، وصار يقبل في يديها ويقبل في، اظن النص ما فيش رجليها، لكن حد يطول يجبر رجل امه. كنا في اعتكاف في سنة احنا طالعين، قلت لهم هنطلع من هنا على امهاتنا، اوعى ما تقوليش اجبل ايدها ولا اجبل راسها، لا رجلها. فاهمين؟ قالوا فاهمين. طلعنا. طبعا انا طلعت البيت فوق المسجد، هطلع للعيال. امي هناك في القرية بعيدة حوالي 3-4 كيلو ربنا يحفظها. رحت لها انا واقف خلاص عمري انا هقول لهم واعمل غيري. ربنا رزقني. قال لي رايح فين يا شيخ؟ قلت له الحجة كده. قال هوصلك.
وهرد على طول. قلت له وانت ردت هتاخدني انا، هسلم عليها وادعي لها. فرحت لام بقول لها يا امي يعني ايه هتسمحي لي ابوس رجلك؟ قالت لا يا ابني لا، استغفر الله استغفر الله، كده ما ينفعش يا ابني، تعمل الواجب وزياده. اقول لها لا والله اصل انا هقول لك القصه، انا قلت للعيال روحوا قبلوا رجلين امكم، هقول لهم هم يعملوا وانا ما اعملش، بالله عليك يا امي خليني اقبل رجلك. فانا وطيت على رجلها بص، قالت لا 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 طب خلاص بلاش الرجل دي، خد الرجل دي. كانت عسل، فضلنا نطع هي لحد دلوقتي بارك الله في عمرها، كل ليله في فكاهه وفي نعمه تامه انها معايا. انتقلت الي والله لا تقول لي والله طب اديني مثلا، انت يخطر في بالك ايه مثلا، ايه من الاموال يعني، خلينا بدون مبالغه 100 مليون، لا والله في نعلها. الام يا اولاد يا نهار ابيض، الام. طب الخاله، اني اعظم امر امراتي لانها تعظم امي وتخدم امي، وتقول لي انت مالكش دخل انت. اذا كنت اقبل يد امراتي لما عظمت امر امي وخالتي رحمه الله عليها. المهم يعني من لطيف ما اضحكتنا في كل ليله في فكاهه وعقلها حاضر ما شاء الله ولطيفه كده، فوق ال90 بكثير. لسه بتقول للاولاد كتب كتابه ولا نكله في جيبه، طلع منها عزة. قلت لها يعني ايه يا امي؟ قالت راح يخطب بنت العمده ونفش نفسه كده، والراجل قال ده راجل محترم او كما قالت طبعا، واخد بالك؟ فكتب كتابه، هو الاصل ان ايه ولا نكله في جيبه. فكانت من الامثله القديمه دائما ما تمتعنا بها، امتع الله بها. المهم فكيف بعائشه؟ فاحتال عليها وذهب يقبل يديها، انا ارى انه يقبل رجليها والله اعلم، بس النص ما فيهوش كده عشان الكذب لا. وقبل راسها مثلا وما زال، والتزمها وهي تبكي وتقول النذر شديد، ده انا ناذره. والاثنين اللي بره بقى محضر خير. فظل يذكرانها وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجران، وانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. وانت عارفه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللي يتك على صالح يقول له طب الرسول قال غير كده، تلاقيه راجع ورا قوي. حتى الواحد مع اهله مثلا، الواحد يبقى تقول لي الرسول كان بيعمل كده، اقول لا ارجع في ثانيه. انت الاسوه الحسنه الرسول، كل ما يقولوا لها الرسول هي تهدى، كل ما يقولوا لها طب بس حبيبها صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين، وهي أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. تعرفين تعتق كم رقبة بسبب إيفائها للنذر هذا وحنثها؟ تعتق 40 رقبة، وتبكي وتقول أنا خايفة كمان، مع أن النذر فيه كفارة يمين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة تحرير رقبة. هي اعتقت 40 وخايفة، لأن أعظم الناس علما وخوفا من الله أعلمهم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. طيب هكذا كانت أمنا في النفقة، شيء لا يبارى. قلنا جراء حياتها 9 سنوات مع من يعطي من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر، وأبيها الذي كان يعطي ماله كله أكثر من مرة. حادثة واحدة وتفضلوا حضراتكم. دخلها واسمه المنكدر، قال لها الناس كلها نالها إحسانك وأنا ما معيش. قالت له بص، أول مال يأتيني كله لك. ما لبث أن جاءها 10,000 درهم. قالت هي كده بالنص، قالت لقد ابتليت يا عائشة بما قلت، ها ايه رأيك بقى؟ انت لسه جايله. هي بتقول له نفسها استدعته، قالت له 10,000 درهم. شوف يا اخوانا، تزوج جارية أنتج الله منها الأكارم الأكابر، أبو بكر بن المنكدر، محمد بن المنكدر، أبو بكر بن المنكدر، عمر بن المنكدر، أنس بن المنكدر، ال4 من أكابر الخلق. سيبنا من دول شوية وتعالى لمحمد بن المنكدر. كان ناله شيء من مال خالته من 10,000، كان لسه برضه فاضل، وبركة هذا المال صار محمد بن المنكدر في الغنى لا مثل له. ابن خال ستنا عائشة
فيما هو راجح عندي يعني. غني أغناه الله غناء مبارك وكثرة مال. عارفين كان بيعمل ايه في ماله؟ هتقول لي بقى كان بيتصدق وبتاع، لا، ده كان تصدقه بمنظر غريب عجيب أختم لك به. مال كثير وفير. كان يجي يقول له بتشتغل ايه؟ يقول له مثلا انا اتاجر في كذا وكذا. ربحك كام في الشهر؟ انت وشك وش عباده كده وش الصلاه. يقول له بتربح كام في الشهر؟ يقول له مثلا 3000. يقول له اعطيك 4 وتفرغ للعباده. انت عايز حاجه تاني؟ ال3 بتوعك هتاخدهم 4 وتفرغ للعباده. وانت تقبض كام؟ تكسب كام؟ اعطيك ازيد وتفرغ للعباده. ماله اوقفه على العباد، على العباد. بينما هو ذات يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس يستسقون طول النهار بيستسقوا ولا نقطة مية. جاء الليل هو بيصلي لقى واحد كده هدومه رثة ضعيف الحال جاي يصلي في العمود اللي جنبه. ليل بقى مش واخد باله. ولقاه هو بيصلي كده بيقول له ايه؟ عبادك يستسقونك طيلة النهار ولا تسقيهم أقسمت عليك لتسقينهم. أبو هدوم مقطعة ده بيقول لربنا أقسمت عليك لتسقينهم. قال محمد بن المنكدر فقلت في نفسي مجنون. تعرف الجماعة البل لابسين اي هدوم وماشيه ومقطعه وبتاع وحالتهم حاجه. فقال ده منهم. ايه ده؟ بيقول اقسمت عليك لتسقينهم. ده كلام. قال فما لبثت ان سمعت صوت رعد ورأيت البرق ينير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت السماء. قلت هذا في المدينة ولا أعرفه. ده أولى واحد إيه؟ كمل أنت بقى. نعمله فيه إيه؟ نفرغوه للعبادة. اشتغل إيه ده وإزاي ما عرفوش ده؟ تاني شتا أنا عايز أعرف ده مين. وراه في الحواري والأزقة حتى عرف مكانه. جاله تاني يوم السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له ألست بصاحبي بالأمس؟ الله. قال أي صاحب؟ قال ألست الذي أقسمت على الله فسقينا بسببك؟ هاج وماج. هو عارفه. ما لك ولي يا ابن المنكدر؟ ما الذي أدخلك علي؟ اخرج أعوذ بالله من قدومك بئس الصاحب امضي. مش عايز سر يكشف. ما كانش يتمنى ان هو حد يعرف الكلام ده. انا ما بقولش دي دروس، لا والله دي صوافع. افهم. افهم. كانوا قديما لا يعتبرون النفقة الظاهرة. انت شفتني نجيب غيرها. باظت ليه؟ احنا واحد شافها. احنا عايزين صدقة السر تطفئ غضب الرب. هو ده. جم الناس على صياح. قالوا له مالك وماله يا عم؟ انت ايه اللي مزهقك؟ ايه اللي خلاك ايه؟ كان ماشي يتلفت ولا كأنه عامل اللي هو مين؟ سيدنا محمد بن المنكدر. اللي هو مين؟ ابن خال عائشة. اللي هو مين؟ أغناه الله ببعض فضل هذا المال المبارك. والله تعالى أعلم. يا سلام. ماذا بعد؟ هذا الإسكافي لقاه عنده بيعمل قداح خشب ونجر الجزم. كانت هناك النعول خشب وكده ويظبطها. ده لهم وهو عايش. ساب الباب مفتوح وخد عدته ومشي. فكان الناس يقولون الله بيننا وبين محمد بن المنكدر أجلى عنا الرجل الصالح. منه لله محمد بن المنكدر، وهذا من علماء المسلمين وساداتهم. أجلى عنا. رآه ساب الدنيا ومشى عشان خاطرك. احنا كنا يعني مجرد وجوده كان خير وبركة، لكنه مشى. خلاصة الأمر وخلاصة الخطبة والدرس، أمنا عائشة رضي الله عنها
عقيدة وعلما وأدبا ومعاملة، لابد ان ده نعتقد كده فيها وفي سائر الصحابة. بس هي كده عقيدة لا 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 لله فيها قول يسلم عليها جبريل، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمرو بن العاص بعد ما أسلم وجه الرسول عليه السلام تاني شهر طلعه في قائد على غزوة ذات السلاسل، وفي الجند أبي بكر وعمر. قال ده أنا حاجة كبيرة بقى عند النبي عليه السلام. لما رجع قال له رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. مش أنت؟ قال عائشة. قال لا من الرجال؟ قال أبوها. شوف لما ما قالش أبو بكر، نسبه إليها، قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ فسمى رجالا فسكت خفت أن يجعلني آخرا. أنا إيه اللي خلاني أتكلم؟ لا سيدنا عمرو يعني ده ما فيهاش مجاملة، أنت بتسألني وأنا بجاوبك. عقيدة ديت عقيدة أحب الخلق إليه، ثم أنها لا شك أولى الناس بقول الله تبارك وتعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق ونساؤه كلهن كذلك، وعلى رأسهن المبرأة من فوق 7 سماوات. عقيدة وعلما، ده كلام في حديث أظن أنه لا يصح: خذوا نصف دينكم أو شطر دينكم من هذه الحميراء لعائشة لحمارها. الله، أنا خلصت، اتفضلوا. عارفين الرسول بيموت صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ طبعا هي قالت أنا فضلت على النساء ب10 وتنت تعد. تعرفين الرسول عليه السلام وهو بيموت يقول ايه؟ وهو بيموت بيقول إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. الله، بيهون علي شوية سكرات الموت. الله، أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. السلام. ما هي رخرة ستنا زينب في كتاب الهبة عند الإمام البخاري لما كان الصحابة يتحروا ليلة عائشة وكل يودي الهدايا عند عائشة، قالوا ما احنا زيها، عايزين نصيب زيها، لأنهم كانوا عارفين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا بيتحروا. قالوا ستنا فاطمة ما تكلمي، كلم الرسول يقول لاصحابه يعني وزع الهدايا برضه، احنا عايزين نعيش زي عائشة. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها وهو ايه في لحاف عائشة، الاثنين ممددين كده، ودخلت ستنا فاطمة قالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. شوف الكلام الجميل، كلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو غاية العدل، بس هو هيقول لاصحابه هاتوا هنا ودوا هنا، حاشاه وكلا، تبقى زي الصدقة وهو محرم عليه الصدقة. فقال يا فاطمة ألا تحبين من أحب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه. الله. قالوا ستنا ام سلمة انت الكبيرة بتاعتنا قولي له. اول مرة طبعا بيطوف على التاسع، اول مرة جه على ليلتها فهابت ان تكلمه. تاني كله منتظر الصبح، قلت له؟ قالت منعتني هيبته. قال لها امرنا الى الله، هننتظر لسه 9 ليالي اما يجي النوبة الجاية ولا الجاية النوبة الثالثة. قالت يا رسول الله ان نساءك ينشدنك العدل في ابنة ابي قحافة. فقال لها، وقعدت بقى تقول له يعني لو قلت للصحابة برضو احنا نريد من الخير ما ينال عائشة، يعني نقول للصحابة، وهو ساكت صلى الله عليه وسلم. فرهبت ام سلمة، قلت انا بان على لبخت ولا قلت حاجة غلط ولا ايه الحكاية؟ فرهبت، ثم قال لها يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف إحداكن إلا في لحافها، لا تؤذيني. قالت أتوب إلى الله والله لا أكلمك فيها أبدا. لما خرجت قلت له، قالت ايوه والله لا أكلمه فيها بعد أبدا. من اللي دخلت لها بقى؟ ستنا زينب بنت جحش. لا يا إخوانا، لا، الإمتاع كله الواحد يعيش معاهم، مش قاعدين غم وتمثيل وجرف وكله كذب ومجالب وجرف. أنا الحمد لله ده أنا بسمع، ما عنديش أنا الكلام. مرض كده تعيش كده، كتاب الهبة ده تتمتع بيه. ستنا زينب كانت عندها حدة، وهي من الفضليات العظيمات بشهادة أمنا عائشة. وهم لما سألوها في حادثة الإفك قالت أحمي سمعي وبصر والله لا أعلم إلا خيرا، اللهم ارضى عنها. الله، مع ان بينهم وبين بعض غير شديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين تقول ايه للنبي عليه السلام بمناسبة بياض كف عائشة؟
ستنا زينب يعني، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام نعم ما هو إلا أن تريك ابنة أبي بكر بياض ذراعها حتى وحتى. كلام طبعا كلام جامد خالص، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم صارت تقع في عائشة. تعرف بقى ما عندهمش كذب، تقع في عائشة بصدق، مثلا يا صغيرة يا رفيعة، هي صدق كده، صغيرة ورفيعة مثلا أنا بديك أمثال، تقع وعائشة عايزة تنتصر وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ساكت، فتبص له وتبص لها. وشوف أدب ستنا عائشة، مش قادرة ترد عليه إلا لما تحس حتى هو يأذن، مش مهم بالقول، حتى لو بغم يعني بهزة راس برضا عين. قالت فلما تبينت أنه يأذن في الانتصار أفحمتها، مش سكتها بس خالص، قلت لها أنا يا أميرة يا بنت الأميرة يا اللي طبعا كلام ولا يكذبن أبدا. فستنا زينب يا عيني مش عارف عايزة تطلع كفاية عليها كده، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر يعني هتجيب البلاغة وهتجيب الكلام والنسب منين؟ إنها ابنة أبي بكر. شفت أنت بقى؟ إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. اللهم ارض عنها وعن سائر أمهات المؤمنين وعن الصحابة المكرمين، زي كما قال الناظم أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وامدح جميع الآل والنسوان. اللهم ارض عنهم أجمعين واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من التابعين لهم بإحسان نحن وذرارينا إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أي حد عنده سؤال وبالذات في زكاة الفطر أنا خدمكم، أمر منتهي، لأن النبي له فيها قول ونحن وقفون عند قوله صلى الله عليه وسلم وعند فعله، وخير الهدي هديه. جزاكم الله خير. الحمد لله.